دوري العجايب شغال وكل يوم بيزيد عجيبة. والحقيقة إن هذا الدوري مش للدوري الأهلي والزمالك بس. ما ينفعش الأهلي والزمالك فقط هما اللي يستحوذا على كل الاهتمام على كل الأصعدة، وفي نفس الوقت ما تبقاش فيه نفس الرعاية ونفس الاهتمام بكل الأندية التانية. أنا عارف إن الكلام ده يعني ممكن يضايق حد، لكن مش ممكن 18 نادي يفترض إن العدالة بينهم تكون يعني كافية لقناعة كل واحد منهم ان هو بيشارك في مسابقة متكافئة المستوى. من 24 ساعة فقط لا غير حصل حاجة غريبة جدا يعني استفزتني. الإسماعيلي بيلعب في ملعبه الخميس 9 مايو. الماتش الساعة 4 الظهر. الإسماعيلي طلب من لجنة مسابقات إن الماتش يتأجل للساعة 7. ليه الساعة 7؟ لأنه كان في نفس التوقيت الزمالك بيلعب مع إنبي، لكن لجنة المسابقات أو اتحاد رابطة الأندية الموقرة أجلت المباراة لأن الزمالك مسافر يلعب في المغرب. كان مباراة مؤجلة للأهلي، كان مباراة مؤجلة للزمالك، فالفترة الزمنية فاضية اللي هي من الساعة 7. المباراة في ملعب الإسماعيلية. الإسماعيلي تهور وطلب التأجيل، فكلم الحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين قال والله انا ما عنديش اي مشكله على الاطلاق، الدنيا تمام التمام ونأجل. نرجع لرئيس الرابطه. الاسماعيلي راح لرئيس الرابطه يطلب رئيس الرابطه، مش عارف يوصل له، يطلبه على التليفون ما بيردش. يا جماعه العب ليه الساعه 4 طالما ان الساعه 7 متاحه 3 ساعات، وانا المسؤول وانا اللي هدفع الكهرباء وانا الدنيا كلها يعني. في نفس الوقت الجمهور يجي ويتبسط ويستمتع، والمباراه مباراتي. محدش سأل فيه. طيب زي ما انا قلت وكتبت، لو ان ده الاهلي والزمالك ومش طلب تأجيل 3 ساعات، طلب تأجيل 3 اشهر، بتلاقي الناس بتاخد المبادرة وبتأجل. ده والله حتى لما غير ما يطلبوا الاهلي والزمالك ممكن يتأجل لهم. هو الاسماعيلي يعني وقع من اول قفة؟ هو الاسماعيلي مش نادي كبير ولا الناس بتتعامل معاه النهارده ان هو نادي صغير ربما يكون مهدد بالهبوط؟ واذا كان ال3 ساعات دول طلبهم الاهلي والزمالك، كان هيتوافق له للاهلي والزمالك؟ كان هيترد على تليفونه؟ كان حد هيهتم؟ اعتقد ان دي حاجه صغيره قوي، لكنها في نفس الوقت مستفزه وبتبين حاجات كتير. وشكرا لحضراتكم.